راح نعطيكم طريقة صنع بخارة بأدوات متوفرة في كل بيت وناجحة. راح نحتاج إلى قارورة بلاستيك هذا الشكل كروية الشكل. هذه الأنواع تاع القارورات موجودين متوفرين في كل الولايات. راح نقص هذه القارورة بهذا الشكل، نخلي الجزء السفلي تاعها هكذا. نحتاج إلى صفاية، هذه الصفاية شريتها من عند الكنكري، هذه راهي دير 10,000. ناخذ المقاس تاع الصفاية بهذا الشكل باش نقص الجزء العلوي للقارورة. نحط الصفاية بهذا الشكل باش ناخذ المقاس به في الأخير كي نعمرها بالجبس رايح نتحصل على نفس المقاس تاع الصفاية يعني تعطي لي الشكل مليح. بعد ما ناخذ المقاسات ونقص القارورة، المرحلة الثانية وهي نخلط الجبس بالماء. هنا عندي كاس تاع الماء، حطيت له حوالي 10 ملاعق تاع الجبس حتى نتحصل على عجينة سائلة نوعا ما، يعني عجينة ثقيلة، ما لازمش تكون عجينة يابسة لأنه الجبس سريع تمتم ييبس لنا وما راح نتحصلوا على الشكل المناسب. هنا ما خلطش الغيرة لانه لما نخلط الغيرة والجبس راح نستعملوا القوالب تاع السيليكون، وانا ما عنديش القوالب هذوما. استعملت القارورة تاع بلاستيك لانه ما رانيش حنحيها من القارورة، راح تعطي لي هذاك الشكل الكروي. هذه هي العجينة. هنايا لفيت بالسكوتش بالشريط لاصق، لفيته وقلبت القارورة. نحط الخليط داخل القالب، نقلبه على فم القارورة ونحط الخليط. بعد يجف حوالي نصف ساعة، يجف مليح يبس مليح. نحيو السكوتش نتحصلوا على هذا الشكل. انا كنت سبقت وخدمت شكل قدامه ذهبي راكم تشوفوا فيه، ما نجحت ليش لانه خلطت فيه هكذا شويه وما نجحت ليش. مره اخرى نحط لكم الفكره. صبغته هنايا باللون الاسود، خيرت اللون الاسود لانه هذا واش عندي. اللي حابه تخدموا بالابيض او الذهبي. بعد ما نشفت لنا تحصلت على هذا الشكل. انا كنت جربت الصبغه، كنت نصبغ هكذا باش نشوف كيفاش راح يخرج لي. من بعد خيرت نزينو بالخرز. هنا هذه الصفايه اللي ما عندهاش، اللي عندها هذه الصفايه تاع الاتراك تاع الترك، هذه الصفايه تاع النحاس تستعمل هادية، ولا ما كاش استعملي عادي الصفايه تاع الحديد باش كي نحطو فوقها الفحم ما راحش يذوب، ما راحش يخسر لنا الشكل تاعنا. على كل حال البلاستيك ما راحش حيذوب لانه راه محكوم مليح بالبلاط بالجبس. هذه الصبغه السائله راهي تتباع رخيصه على القاروره تاع الباي تاع الايروسول. اللي تحب تصبغها ولا تستعملي هكذا اشكال تاع الخارز، انا استعملت هذه الورود البلاستيكيه. التزيين يبقى اختياري، كل وحده تزينها على حسب ذوقها. هنا طبعا تقدري تستعملي فقط الشكل الكروي وتقصي هذاك الجزء اللي خليته انايا باش تحصلي على شكل مبخره تاع كرويه. كملت التزيين، راح نزينهم بحبات تاع ستراس صغار. هذا هو الشكل النهائي للمبخرة تاعنا. راح نستعمل البخور تاع العود، او اللي ما عندهاش البخور تستعملي هكذا العنبر. طريقة تاع صنع حامل العنبر نعطيها لكم بعد هذا الفيديو ان شاء الله. برائحة عطور البخور نقولكم صحة رمضانكم، كل عام وأنتم بخير. رايحين نلتقي أيضا في أفكار أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، سلام.